برنامج اللي سلط الضوء مثل ما نوهنا في الحلقات السابقة على مسيرة منتخبنا وصولا إلى مونديال روسيا، وأيضا المنتخب الأولمبي وصولا إلى أولمبياد البرازيل. بالتالي اليوم سنتحدث عن شيء من الأمور الفنية فيما يخص مباراتنا التاريخية الهزلية مع فيتنام، واللي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لكل منهما. وسنتطرق إلى قضايا مهمة حدثت ما بعد المباراة، وسيكون لنا اتصالات لبيان ما راح نتحدث به من خلال هذا البرنامج. لكن بداية دعوني أحبتي المشاهدين ورحب بضيوفي في الاستوديو في هذه الحلقة، اللاعب الدولي السابق والمدرب كابتن هادي مطنش. نرحب بك. مرحبا، اهلا وسهلا. حياك الله. مرحبا. ورحب بالصحفي والاعلامي الرياضي كابتن راد محمد. اهلا وسهلا استاذ رياض، تحياتي نورتونا. اشكرك التنور. ان شاء الله اليوم نستفاد اكبر قدر ممكن من مداخلاتكم الفنيه ويعني فيما يخص الوضع العام ان شاء الله. طبعا البرنامج سوى استفتاء، هذا الاستفتاء نشر على صفحه القناه الرياضيه وفي مواقع التواصل الاجتماعي. مفاد الاستفتاء انه هل انت مع تغيير الكادر التدريبي لمنتخبنا الوطني ام لا؟ نسبه التصويت بنعم كانت 69%، نسبه التصويت بكلا كانت 31%. هذه النسبة أمامكم يعني صعود وتنازل يعني من يوم أمس إلى حد هذه اللحظة، 69 مع نعم 31 كلا. كابتن هذه بداية يعني نتحدث من هذا الاستفتاء، تعليقك عليه. والله تدري استاذ، هو الاستفتاء تدري به يعني به هواي امور، يعني ممكن يعني به هواي امور، لكنه احنا الحقيقه اكو انت استفتاء اكو حقيقه واقع. يعني انت الان يعني بعيدا عن المسميات وبعيدا عن زملائنا المدربين، احنا الان هذا منتخبنا حقيقه صار له فتره من لعبتنا مع قطر وانتهاء باللعبه الاخيره. لا خلينا نترك النتائج، خلينا نجي على الاداء العام للفريق، الاداء العام للفريق، الفريق الان مستواه مو جيد. يمكن معتمدين فقط على الاداء الفردي، الاداء الجماعي ضعيف، الترابط بالخطوط ماكو، تشوف اللاعبين يلعبون كيفما اتفق، يعني الفريق ما يلعب حتى امكانياتهم بدون يعني استراتيجيه، بدون عشوائيه. نعم، حتى يعني انت توظف امكانيات لاعبيك البدنيه والفنيه توظفها داخل الملعب، ما موظفه حقيقه داخل الملعب. احنا استعداد حقيقه قبل التسميه تعرضنا الى شيء، قلنا انه هذه التسميه لانه اللجنه الفنيه ما كانت موجوده والمنتخبات بعجاله صارت التسميه، ابعدت، صارت بوجود 4 اعضاء اتحاد فقط. الشيء المؤكد، وانا حقيقه صرحت باكثر من القنوات، قلت هذه التسميه اجت بمباركه خارجيه من الاردن، ولها كان موقف رئيسي هذه التسميه، وللعلاقات خاصه للاسف الشديد. انا اعتقد يعني انا من الناس اللي علاقتي كلش طيبه بحسين سعيد واحترمه وعلاقتي بيه طيبه. حسين سعيد لو موجود بالعراق بالعكس يعني اسم كبير وعلاقه طيبه باسيا ويكون موقفه ممتاز، لكن من مجرد انه بالاردن انا اعتقد يعني اي واحد من عندنا يكون افضل راي من راي حسين سعيد بحكم انت لك تصريحات سابقه انه الاتحاد الكره لا تدار من قبل ملا عبد الخالق، انما يدير لحد هاي اللحظه حسين سعيد. نعم، والدليل استاذ الدليل انت هاي التسميه، يعني هاي التسميه الان حقيقه غريبه. اولا استاذ احنا خلي نتكلم بما يرضي الله والحقائق. انت من تجي المعايير تخلي مدرب منتخب تاخذ نتائجه خلال ال6 سنوات الاخيره، ال5 الاخيره، ال6 الاخيره، ال7 الاخيره، وتشوف اثر بالفرق اللي عمل بها. كابتن يحيى ما نقول فشل حتى لا ينجرح، نقول ما توفق خلال ال6 الانديه اللي اشتغل بها اخيرا انتهاء بالمصافي. طيب انت تجي تكافئ بعمل هكذا، بعمل ضخم. المنتخب اللي توصلك كابتن هذه التسميه جاءت عبر شنو؟ مجاملات، أكيد علاقات، اكيد علاقات ومجاملات، وبعدين على حساب سمعه بلد. شوف الان لا انت وصلت الحاله، يعني انا اشوف الشيء المؤلم يعني ماكو مصلحه عامه، حتى اخلص من ناجح اللي كان نوعا ما شخصيته افضل ما يعطي مجال للاخرين، حتى اخلص منه انا اجيب فلان اللي اقدر انا امر عليه اللي اريده. جميل. يعني مشكله كبيره جدا يعني. جميل. كابتن رائد، يعني مرور يعني عن المستوى الفني الهزيل اللي ظهر به منتخبنا، يعني ربما السائل هسه يقول لك منتخبنا حتى المحللين بقنوات الدوري وكاس وبين سبورت وغيره وابو ظبي يقولوا منتخب العراق مقدم اداء واخطر فريق فيتنام اكثر من كره، يعني وقف الحظ حائل دون تحقيق نتيجه. نقدر نقول هذا حال كره القدم، لكن اسوء مباراه يقدمها المنتخب العراقي بتاريخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا يمكن ان يقاس المستوى الفني اللي يقدم في مباراه فيتنام مع اي مستوى قدمه المنتخب الوطني خلال ما شاهدته انا يعني من حياتي، انه كنا متابعين المنتخب الوطني. المنتخب الوطني يعني فقير تكتيكيا في مباراة فيتنام. المنتخب الوطني كانت هناك كوارث
في عملية وضع التشكيلة، كوارث في التبديلات، كوارث في المعالجات، يتحملها كلها أولا الجهاز الفني بكل الموجودين به، بغض النظر عن يحيى علوان أو نزار أشرف مع حفظ الألقاب، أو المدرب الحراس مرمى عبد كابتن الكريم. احمد رابط نعم. يتحمل المدرب 90%. لا، يتحمل 100%. 100%. زين اللاعبين ما لهم دور؟ لأن لا، اللاعب من توفى خطأ وهو ما حدث في المباراة، من توفى خطأ، من يشعر اللاعب انه هو لا وجود لمدرب امامه، لا وجود لقوة فنية في المنطقة الفنية، لذلك تلقى اللاعب ما تقدر تاخذ منه عطاء. وكثير من الامور حدثت في المباراة وقبل المباراة بالمناسبة، يعني حتى مسألة عامل اللياقة البدنية. يعني اذا تعرف انه انا عندي معلومة غونزالو هو اساسا لاعب كرة يد مو لاعب كرة قدم، اللي هو جايبينه مدرب لياقه بدنيه، يعني لاعب كره قدم يختلف عن لاعب كره يد. زميل كابتن رائد، زميل المعد، يعني دخل على موقع الاتحاد كره اليد واخرج السي في الخاص للمدرب غونزالو، يعني بالتاكيد ظهر انه مدرب لياقه بدنيه لكره اليد. لا هو مدرب لياقه بدنيه كره يد. يد. المعلومه لا انا اقول لك تاكيدا للمعلومه، لذلك تشوف انه حتى لاعبينا ما عندهم لياقه كره قدم، يعني ما عندهم مثلا توزيع الجهد. المدرب اللياقه البدنيه يمكن يأيدني كابتن هادي انه يعلمهم شلون يوزع جهده، يمكن يعطي معلومه للمدرب انه يخفف رتم، صعد رتم، العب على هالمكان. بس كابتن راضي اعتمد عليه في كاس اسيا، ويعني اشاد كل المدربين والنقاد انه دور غونزالو بتحسين اللياقه البدنيه. والله انا هاي عندي المعلومه، اعتمد عليه كابتن راضي، ما اعتمد عليه كابتن راضي، طرده كابتن راضي، جابه كابتن راضي، انا عندي هذه المعلومه. ومن الخزي انه تتعاقد مع مدرب لاعب كره يد ان يدرب منتخب العراق لكره قدم. هذا الذنب ما يتحمله، هذا طبعا يتحمله. يعني انا من اقدم سي في غير اراجع هذا السي في. يعني احنا مثلا عندنا في احدى المرات تاجل الدوري، وبقى الدوري نلعبه بالعاشر، نلعبه بال11، نلعبه الى ان لعبناه بشهر 12. سئل احد اعضاء الاتحاد قال لهم خليه يدربون، يعني ما يعرف انه الشده شلون راح توصل بها للدوري. مو صحيح كابتن هادي؟ وتنزل لها وشلون راح تدخل المنافسه. يقول ايش عندهم هم خليه يدربون. فلذلك اعتقد محتمل باكر مثلا نجيب مدرب كره طائره يدرب المنتخب الوطني، لاعب ريال مدريد ويطلع لاعب كره طائره جدا طبيعي. فلذلك انا اعتقد انه المنتخب الوطني في مباراة فيتنام فقد هويته كمنتخب للعراق. فقدنا الكثير يعني حقيقة. يعني أنا يؤسفني أنه أحد المعلقين الخليجيين يقول ما كنت أتمنى أن أصل لهذا العمر وأشاهد منتخب عراقي بهذا السوء. الله. خلي كابتن هادي كابتن رائد نشاهد تقرير للزميل عدي حاتم، بعد سيكون لنا حديث مطول عن منتخبنا ومسألة رجوعه إلى بغداد. لم نعرف الطريق إلى مرمى فيتنام، فكيف نستدل على الطريق إلى روسيا؟ يحيى علوان وليموت المنتخب ونحن وآخرون، إذ لا يمكن التصديق بما كشفته مباراة المنتخب مع فيتنام التي دخلت التاريخ من أوسع باب له عبر الرقص على هموم العراق والقفز على جراح الأسود التي غاب زئيرها في هانوي. لا يمكن إطلاقا إيقاف المد الجارف من شعور الإحباط بهذه النتيجة، رغم أن المنتخب ما زال متمسكا بخيوط الأمل. لكن أيعقل أن هذا هو المنتخب الذي نريده أن ينافس للتأهل إلى كأس العالم؟ وهل يمكن أن يلعب هذا المنتخب بهذا التوظيف والتخبط التكتيكي وتلكم الاختيارات أمام منتخبات بحجم اليابان أو كوريا أو أوزبكستان أو حتى المنتخبات العربية؟ هاتوا زنابيل اليأس ولملموا شتات ما تبقى. أسود 2007 توارت عن الأنظار في الملعب بعد أن لعب المنتخب بعشوائية واضحة دون عنوان تكتيكي وبتبديلات تثير الغرابة كوقوف المدرب عاجزا على خط الترقب. أين يمكن أن نجد صورة المنتخب بل بقايا الأمل؟ وكيف يمكن أن ننفض غبار الخسارة عن كاهله ليعاود النهوض تحضيرا لجولة جديدة وكرة أخرى من المواجهات؟ نعم، قد نقتنع أن المنتخب قادر على الانتقال إلى دور آخر، لكن
هل يستمد قدرة إضافية للمنافسة مع منتخبات لن ترحم ولن تستهين، سيما وهي شخصت من أين تؤكل كتف المنتخب العراقي؟ لسنا من المتشائمين ولا من المتصيدين للكبوات والإخفاقات، بل إننا من القلقين على مستقبل يكتنفه ضباب المقبل ومظهر افتقد بريق ألوانه. ومع كل هذا فلننتظر وسنساند من جديد، لأنه منتخب العراق. عدي حاتم لبرنامج الطريق إلى روسيا والبرازيل. شكرا للزميل عدي حاتم على هذا التقرير الجميل. كابتن، هذه نتحدث عن ما بعد الخسارة، هي خسارة، يعني هو تعادل خسارة بطعم الخسارة. من بعد التعادل المنتخب بعجالة ذهب إلى مقر إقامة المنتخب، وبالتالي بسرعة المغادرة ساعة ونص من فيتنام إلى تايلاند، ساعة ونص قاعدين وفد بالطيارة بدون استراحة. بعدها توجهوا إلى الدوحة 6 ساعات. هناك بالدوحة توجهوا الوفد، اللي يريد بغداد يطلع العمان، واللي يريد مثلا سلام شاكر المحترفين راح المنام وطلع من هناك للرياض. أحمد ياسين وياسر وجستن كوبنهاجن وواشنطن وش اسمه لندن. اي يعني توجهوا الى واشنطن كوبنهاجن ولندن. زين، عندك اللاعب علي عدنان ظل في غضب شديد انه ما عنده حجز لميلانو، وبالتالي تاخر. لاعبي الميناء ما دخلوهم بالفندق المخصص لسكن الوفود يعني داخل المطار، لولا تدخل الكابتن يونس محمود وبعض الشخصيات الرياضيه وداركم الموقف وواسطات واستخطوهم اهل المطار. يعني هاي المهزله لا متى تبقى؟ احنا دائما يعني الشارع الرياضي يشوف الصور بالفيس وينعصر الم انه يشوف هذه المهازل اللي تصير، لاعبين يفترشون ارضيات المطارات منذ سنين، وليست الحاله اليوم وليده اللحظه. تخبط هذا يعني معروف، اصبحنا الان احنا تخبط، ماكو نظام. بعد ان تعادل فريقنا يعني حقيقه يعني هي خساره، لكن الله سبحانه وتعالى يعني حفظ ما وجهنا بهذه ضربه الجزاء. حقيقه اشتغلت العواطف، اكيد زعل رئيس وفد طلع، رئيس الاتحاد اكيد يعني تركوا الامور يعني تصرف عاطفي، يمكن لو فايزين الامور تختلف، وهذا قمه الفشل حقيقه. احنا لازلنا نتعامل بالعواطف. استاذ اياد، صار لنا فتره احنا حقيقه ما اختارينا مدرب فوق معايير، وبالتالي النتائج جدا طبيعيه انا اعتبرها. هذه الصور كابتن رائد، كابتن هادي، نعم. هذه الصور يعني حال منتخبنا الوطني، لما صورها يعني شوي يعني صور يعني رحمه. نعم. لو نشوف صور عندنا اللاعبين مفترشين الارضيات، ويقول لك المسافرين يلتقطون الصور للاعبين وهم يفترشون الارضيات. هذه المهزله اللي لا تجد لها حل. استاذ انت تصور يعني احنا وصلنا لحاله ما ادري، يعني احنا الان اذا نغلب عمان او نغلب البحرين او نغلب راح نقوم نحتفل، راح نصير يعني نحتفل احتفالات خاصه. صدقني هذا الوقت اجى. الان احنا اصبح علينا الفوز على عمان او البحرين، او مع احترامنا لهذه الدول تقديرنا واعتزازنا بها، راح نفرح ونرمي العيارات الناريه مثل قبل اذا فزنا على هذه الدول، لان وضعنا الان اصبحنا نخاف نلعب مع اي فريق. يا اخي تعال اقول لك هسه الان يا استاذ هاي المجموعه سهله. انا يعني دز الصناعه الحدود، دز اي فريق الكهرباء، دز النفط، يعني شنو الاشكال مع الفرق؟ يعني احنا صاعدين في كل الاحوال، لكن هذا اداء فريق، هذا فريق نبني عليه مستقبل. هذا الفريق الان ما يقدر يحتفظ يلعب 6 مناولات، 6 تمريرات ما يقدر يلعب، لاعب منتخب ما يوصل الكره، يعني كره ربط ماكو، دبل باص ماكو، فراغات وبعدين انت وين تطبق؟ هذا فريق ضعيف. اذا تجعل لاعبين كلهم محترفين، كلهم لاعبين تدري ليش؟ مو لانه بس تفضل. انا قاطع الكابتن هذه الكلام عليها كلها امور فنيه، لانه المنتخب يتدرب 40 دقيقه ترى. مدرب اللياقه البدنيه غونزالو يسوي حماء وينطوا حتى البدنيه، وبعدين يلعبون تقسيمتين يمكن 40 دقيقه يدرب المنتخب، يعني ماكو تكتيك. والدليل على ذلك انه ضربات الحره المباشره والغير مباشره اللي اجتنا، يعني لو شفتوا اللقطه يا ريت يشوفها، انه ضرغام يترجع علي عدنان من اجل ان ينفذوا، على عدنان يريدها ولازم الكره ونفذوها. اللي نفذ الضربات الحره المباشره وغير مباشره ضرغام،
وعلي عدنان، يونس محمود، ياسر قاسم، دليل على انه المنتخب ما متدرب انه شلون ينفذ الضربه الحره المباشره او غير المباشره. يعني هذا فد امر جدا خطير. هذا امر يدعوك الى مراجعه انه الفكر التكتيكي اللي نشتغل به شنو. يعني ماكو تدريب تكتيك، يعني ماكو تدريب خطه عامه وخاصه خطه عامه وخطه خاصه، وخاصه انه منتخب وطني هذا يجيك من النادي، يعني ما متواجد وياك فتره طويله. هاي فنيا، هاي الاجابه مالتكم كانت فنيا فيما يخص اداء المدرب ومدى تطويره لكره القدم خلال الفتره القادمه. هو مدرب المنتخب ما يطور، مدرب المنتخب يجي يخلي يوقف اللاعبين، يخلي خطه تكتيكيه والباقي تنفذ، لانه 3 ايام 4 ما تكفي انه تطور. فلذلك اعتقد انه اللاعب جاهز جاي من الانديه، ودائما المنتخب الوطني او مدرب المنتخب الوطني والجهاز الفني ياخذ اللاعب الاجهز بالدوري. احنا ما شفنا هذا. زين، نبقى بالمطار ومسات المطار. رئيس وفد عبد الخالق مسعود يختفي عن الانظار، ما يعرفون راح لاربيل، راح لاجتماع اتحاد الدول الخليجيه في مساله خليجي 23 ام لا، لحد الان مبهمه. وين راح عبد الخالق ما حد يعرف. المنتخب وصل ب5:30 المطار، اللاعبين البصره وصلوا اليوم الظهر المطار البصره. بالتالي يعني نور صبري ومحمد قاصد يجيبون غدا لفات من مطاعم الدوحه كانما المنتخب لا باداريين، وباسو قرقيس ماكو، والاداريين باقيين ماكو. معقوله لاعب هو اللي يجهز المنتخب بالتغذيه بيطلع خارج اسوار المطار؟ ما ادري هم يعني قاصين وان واي لو تو واي، ما اعرف. يعني اذا بهذا الوضع وبهذا السوء المنتخب الوطني العراقي، لعل الله يساعد منتخب الناشئين ومنتخب الاشبال ومنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب. يعني انا اعتقد انه مثل ما تكلم الكابتن انه هي وضعيه لا يمكن انه تتصورها مع منتخب مثل منتخب العراق. الامر الثاني هي مو شغله عواطف، يعني لا تصدق انه ياما خسرنا وياما تعادلنا ورجع المنتخب، لكن هي شغله تتبع التنظيم، تتبع الفكر اللي يقود هذا المنتخب، تتبع انه اتحاد الكره شلون يتعامل بالموضوع ويا الموضوع. احنا لحد الان ما نعرف ندبر نفسنا او ما نعرف اساسا، لانه احنا مشكلتنا مو بالاقدام، ترى مشكلتنا بالتفكير بالفكر. يعني لا تصور انه العراق مثلا عاجز ان يخلق منتخب وطني، والله يعني ولا هو القسم اتمنى انه ما ينحسب عليه. لكن اي شخص على المدرجات هسه ممكن ياخذ لك تشكيله منتخب وطني، يروح يفوز على تايوان وتايلاند ويفوز على فيتنام بالثلاثه والاربعه والخمسه. لكن المشكله وين؟ المشكله بالتفكير، كيف نقود. هي احنا نفتقد هذا الشيء، كيف انه يسمحون لنفسهم انه رئيس وفد يعوف الوفد ماله. هاي مهمه وطنيه، هذا جيش وقائد. رئيس الوفد قائد، كابتن كنا رايحين وفود، رئيس الوفد قائد. كيف يتخلى القائد؟ يعني ما ادري عبد الخالق مسعود او اي واحد موجود هو بدل عبد الخالق، يعني كيف يتصرف؟ يعني يتصرف وفق مفهوم الهزيمه. كيف انه راح يقنع اللاعبين في المباراه القادمه يوم 7/11 بان يقدموا يعني حتى خليه يبلغ يابا ثاني يعني متوجه لاربيل ومتوجه حتى الناس تعرف. لا استاذ اياد، يعني انا اتوقع انه ما حد بعد راح يلبي دعوه المنتخب، لا من المحترفين ولا من المحليين. والدليل كابتن رائد، خلينا نشاهد يعني النجم الدولي علي عدنان لاعب اودينيزي الايطالي، كانت له تغريده على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. يعني مفاد هذه التغريده طبعا هو كلام يعني كثير عن ما دار في المطار وما بعد المباراة، لكن احنا لخصناها بعدة نقاط. أول نقطة، لا يجوز السكوت على الظلم الذي يعيشه اللاعب العراقي. النقطة الثانية، هناك مشاكل يعاني اللاعبين منها واللاعبين يعيشون فترات صعبة، وأكد أنه سيتكلم بكل صراحة حول ما يجري في أروقة المنتخب الوطني، وأيضا طالب الإعلام والجماهير بالوقوف معه في إنهاء ما وصفه بالمهزلة. هذا هو حديث علي عدنان اللي كان منتعظ جدا من ما جرى في المطار بسبب عدم حجز اللي مخصص له الى ميلانو، وبالتالي كانت لديه تصريح، وبالتالي سيكون ان شاء الله بعد قليل معنا الكابتن علي عدنان اللي يطلعنا على هذه التفاصيل وهذه الصراحه اللي راح نحملها بامانه نيابه عن اللاعبين. كابتن هادي ايش تحب تقول؟ يعني هو الرجل كان عايش بالواقع وقريب عن الواقع، وبالتالي هو اللي شافه نقلها حقيقه، وصدقني بعد كلام راح يصلني خلال الايام الجديده. لان لا تظلمون المدرب، لا تظلمون اللاعبين، المشاكل الموجوده فوق
نعم يعني ما تتصورون. اكيد هي هذا الموضوع انا نعرف احنا كبير. انا عشت الوضع ترى عن قرب يعني. يعني المشكله الان مشكله كبيره. كابتن هذه خلي نستمع لعلي عدنان بالصوت يلا. حتى نستمع ممتاز. اكثر من ممتاز. ما يقول. كابتن علي مساء الخير. منورنا في برنامج الطريق الى روسيا والبرازيل. كابتن علي اليوم التغريده مالتك في الفيس يعني هذا مطنش والكابتن رائد محمد. بس اتمنى المخرج يرفع لنا الصوت بالاستوديو حتى نقدر نسمع الكابتن علي عدنان. كابتن علي انت يعني كلام كبير كثير في مواقع التواصل الاجتماعي، احنا لخصناه بنقاط يعني اكو ظلم يعيش اللاعب العراقي، انتم لاعبين تعيشون فترات صعبه ومشاكل، ووعدت راح تتكلم بصراحه وطالبت الجماهير ان تقف معك. شنو اللي صار؟ شنو اللي تحب توصل انت؟ والله بصراحه استاذ اياد العزيز والغالي خلي الجميع يحسبها على علي عدنان. اعتقد انه لحد هذه اللحظه لحد خرج يتكلم، ما حد قاعد يعيش المأساة اللي قاعد يعيشها اللاعب العراقي خاصه لاعبين المنتخب الوطني. خلي يسمعني الجمهور العراقي خاصه، الجمهور العراقي خاصه خلي يسمعني، انا ما يهمني يا شخص. خلي يسمعون اللي قاعد يسبون ويشتمون بعلي عدنان وبيونس محمود وبن صبري وجميع لاعبين المنتخب العراقي. احب اوضح كم شغله بسيطه جدا وخليهم هم يقررون بعدها. نعم. احنا الى متى راح نبقى ساكتين؟ خلينا نحكي بصراحه. تفضل جو لك. استاذ اياد وما اريد اي شخص يزعل مني بصراحه، لانه انا تعلمت من انا صغير انه اكون شخص حقاني، اوكي؟ ومن اشوف شيء غلط اقول هذا الشيء غلط حتى لو كلفني انه ابطل مسيره كره القدم، حتى ابطل مسيره الرياضيه بصراحه. اللي قاعد يصير ما يرضي حتى الحيوانات تتحمل بصراحه. اوكي؟ يعني الى متى احنا نبقى هكذا؟ الى متى الاعلاميين ساكتين؟ الى متى الجمهور العراقي ساكت؟ خسر المنتخب ينزلون على اللاعبين يفنشوهم بالزايد اكثر ما هم مستشفين. يغلط له واحد من اللاعبين يطلعوه اسوء انسان بالدنيا. اوكي؟ الى متى احنا نبقى هيك؟ الى متى هذا التخلف؟ ايش وقت احنا راح نتطور حالنا حال البقيه؟ انا اشوف انه راح يكون خلل في احد المنتخبات العالميه، اوكي؟ ثاني يوم او ثالث يوم يتم اقاله هذا الخلل وقطعه نهائيا. احنا الخلل مالتنا صار له سنين واحنا ساكتين. شنو كابتن علي شنو كابتن علي شنو نوعيه الخلل اللي خلاكم انتم كلاعبين يعني تتعصبون وصعدكم مشاكل؟ وحسب كلامك في بدايه الكلام انه وصفت ب يعني حشاك من انه شبهت اللاعبين بالحيوانات، شنو اللي صار؟ حبيبي استاذ اياد الله يخليك، اسال الكابتن هادي مطنش اعتقد انه هو مدرب كبير، اسال الاستاذ رائد اعتقد انه صاحب كبير، وانت ايضا صاحب كبير. خلي الناس تفهم شنو المنتخب العراقي وشنو اللي قاعد يعيشه لاعب المنتخب العراقي، يعني بربك انا جاي من ايطاليا، اوكي؟ انا اول شيء خلي اخافك بعد كم شخص يعتبرون انه انا شخص مغرور، بالعكس الناس صارت انه انا شخص متواضع، صحيح انا العب بالدوري الايطالي، اوكي؟ بس لحد هاللحظه من دايج المنتخب ما احس حالي انه انا محترف فيه احد اكبر دوريات العالم، اوكي؟ لما اجي يومين يلا اوصل المنتخب الوطني اجي المباراه تبع المنتخب اجي الله يشهد على كلامي كل نقطه راح اقولها، الله يشهد انه اوصل للمباراه وهاني منها لانه اوصل قبل يوم بسبب الحجوزات الكاسه السخيفه حشر سامه، يعني على هذا الكلام هذا اول مره من عندي، لكن اعذروني بعد ما اقدر اتحمل هذا الشيء، من اجي انا يومين قبل بالطريق يعني هو الطريق اكثر شيء 8 ساعات، انا اروح 4 مطارات 5 مطارات اكثر دول العالم كلها على مود اوصل فيتنام، على شنو؟ زين على شنو؟ هذا مو شغلي اني. كابتن علي انت نعم كابتن علي انت في يعني اتصال هاتفي للكابتن باسل جورجيس في احدى المحطات الفضائيه صرح بانه عندما انت من مساله الحجوزات وسالت الكابتن باسل جورجيس قلت له احنا ليش ما تحجزون مثلا بالدرجه المقصوره الممتازه؟ قال سالني علي عدنان هاي بالنص ليش ما تقدرون توفروا لنا رحلات رجال الاعمال؟ قلت له ميزانيه الاتحاد ضعيفه تقشف عندهم. فرد علي عدنان كان ردك انت الباسل جورجيس ولا يهمك كابتن اني اجي للمنتخب حتى لو على عربانه. زين يقول لك هذا التصريح لعلي عدنان قبل المباراه، هسه شنو اللي صار؟ خليني اول شيء استاذ اياد حبيبي استاذ اياد خليني اوضح شغله واحده. تفضل. هذا التصريح اول شيء ما طلع من لساني انا شخصيا. ثاني شغله والشغله المهمه جدا انه خلي الجميع يعرف انه جتني التذكره قبل مباراه امام نادي بيوم، جتني تذكره بزنس عن استاذ اياد. اي اوكي؟ بعد المباراه
بعد المباراه مالتي مع النادي، المفروض انه اني اليوم مباراتي مع النادي خلصت بكره الصبح اسافر، اوكي؟ خابرني بالليل قال لي تغير التذكره وهاي التذكره جديده، قلت له ليش تغيرت؟ قال لي علي اكو شويه مشاكل وما اعرف شنو وهذا، واترجاك انه تلم الموضوع وما اعرف شنو ولا تحشي ما اعرف شنو. قلت له بس يعني انا طريقي طويل وانا هسه مخلص مباراه وباكر راح اسافر الصبح وراح اروح 3 مطارات خلال اوصل لفيتنام، يعني اجي على العادي واني تعبان كلش، شو راح اقدم بالمباراه؟ قال لي تحمل وما ادري شنو، وان شاء الله الرجعه نسوي لك اياها زينه وما اعرف شنو هذا. قلت له اوكي كابتن انا ما عندي مشكله، انا تعودت صار لي فتره طويله انه اخدم المنتخب ومرات حتى احجز على حسابي بدون ما احد يدري. اوكي؟ هذا النص اللي قلت له اياه. اوكي؟ انا مو هنا المشكله انه تم تغيير التذكره قبل سفر الساعات. هذا اول شغله. ما عرفت شنو السبب؟ ما عرفت كابتن علي ما سالت؟ انه من اروح احكي وياه ما حد ينطيني كلام صحيح استاذ اياد. من اروح احكي وياهم ما حد ينطيني كلام صحيح، مو هنا المشكله بالعوده مالتي. زين. انا وصلت لفيتنام كنت تعبان جدا الله شاهد. المهم اول ما وصلت قلت له ممكن تعطيني التذكره ترد علينا انا اعرف بسوالفها. قال لي هاتي بالليل. اوكي رحت له بالليل قال لي علي باكر الصبح. اسمعني بالضبط. قال لي باكر الصبح، رحت له الصبح قال لي علي انت ركز بالمباراه، المباراه مهمه هسه مو مباراه تذاكر. قلت له احنا لا مثلا ثاني لاعب محترف. قلت له انا تركيزي بالمباراه من قبل ما اجي للمنتخب هناك. زين. قلت له انا اريد تذكرتي حتى ارتاح، شوفك ارجع، لان النادي مطالب انه ادز له تذكره. زين. قال لي اوكي انا حدز لك اياها ما ادري شنو. ظل ياجل بالموضوع الى ان خلصت المباراه. من خلصت المباراه قلت له ها كابتن غيرت لي التذكره مالتي؟ كان يقول لي لا والله علي لازم تبقى نفس التذكره مالتي. قلت له زين وين التذكره مالتي؟ قال لي هاي التذكره مالتك هاي قبل طيراننا، يعني احنا باليوم بدنا نحكي باكر الصبح نسافر. زين. المنتخب الوطني جميل. اوكي؟ زين. ضاعت على التذكره اروح من هنا لبانكوك ساعه ونص ساعتين ترانزيت، من بانكوك اروح للدوحه. اوكي المسافه تقريبا 7 ساعات. اوكي انزل بالدوحه اظل 10 الى 11 ساعه انا بالمطار. اوكي بعدين اسافر الى فينيسيا، ومن فينيسيا اروح الى مدينتي ساعتين تقريبا. اوكي لما سالته قلت له ليش هذا الحجز؟ قال لي علي ماكو طياره. بهذا النص جاوبني. اوكي لما رحت والله اول ما نزلنا الدوحه بعدين صارت مشكله بنص المطار. زين اصيح بصوت عالي. علي انت وصلت مرحله ويا باسل قرقيس، يعني وصلت انه طياره الميلان الساعه 2 بالليل. وصلت يعني انه انا كنت ممكن انه اوصل لمدينتي من يوم غد، يعني بيوم واحد كنت اقدر اوصل. اتطور خلاف بينك وبين باسل قرقيس، وصلت يعني الى حد انه راد تشتبكون بالايدي؟ حبيبي استاذ ياسر انا هسه من احكي مشكلتي انا. بس ما احكي لك مشكله لاعبين البصره لحد هذه اللحظه ما وصلوا لبيوتهم. انا ما احكي لك على نفسي، اتمنى تفهمني. انا حكيت لك قصتي انا، ويمكن قصتي بسيطه بالنسبه لباقي اللاعبين. لاعبين بغداد راحوا من الدوحه لعمان، من عمان بعدين يروحون بغداد. زين علي بما انه تحدث عن لاعب البصره، فعلا لاعب البصره لم يسمح لهم بدخول الفندق المخصص بالمطار؟ ما خلاهم يدخلون؟ حتى انا ما سمح لي بالدخول للفندق، حتى انا احكي لك بصراحه. ليش؟ وحق هذا ربي وهسه دنيا الليل، انا وسامح سعيد ويونس محمود وابو رجل نايمين على فراش واحد. الله اكبر. بس هيك اقول علي حسني وكرار وحسين ولاعبين اثنين بعد نايمين بغرفه واحده. زين. بعدين بعد ما نمنا بالجاع، بعد ما العالم تصور بينا. هذا اتحادك المبجل. الدوري الايطالي ويقول لي انت كابتن يونس محمود شو تسوي هنا؟ هاي صاير بيكم هيك بهاي اللهجه يقول لنا. اذا انتم ترضوها حتى نسكت بعد. احنا لا والله ما حد ما يرضى باذلال اي لاعب عراقي اي رياضي عراقي سواء كان اتحاد او اعلى من الاتحاد. منتخب يجي للمطار لاعبين يشيلون الجنط والبهدله، والله العظيم لو تشوف الموقف صدق بالقران تبكي. ما نعرف وين نروح وين نجي، هذا تذكرته ضايعه، هذا جوازه ضايع، هذا جنطه ضاعت، هذا ما ادري شنو، وخبطه وهوسه. الى متى احنا نبقى هيك؟ بعد خلاص احنا لازم نوضع حد. علي معاناه كثيره، الله يكون في العون. لكن سؤالي الاخير، يعني التعادل مع فيتنام من يتحملها بصراحه علي؟ هل هو الفكر التدريبي للمدرب تكتيكيا ام اللاعبين يتحملون؟ بما فيهم اللاعبين يتحملها الجميع،
ما فيهم اللاعبين. بس انت اسال كابتن هادي مطنش، لاعب كره قدم لازم يوصل للمباراه جاهز بنسبه اكثر من 100%. اوكي؟ مو لاعب يوصل للمباراه وحايل خطيه تذكرته، واللاعب الثاني شاد رجليه، واللاعب الثاني شاد ايديه من ورا شال الجنر، واللاعب الرابع ما ادري ايش بيه. يا اخي يا ساديات، اكو شغلات خلف الكواليس اعرفوها بعد وافهموها. اللاعب العراقي من قاعد ما يقدم هناك مقومات تخليه انه ما زين علي، ربما سؤال يسال علي، سؤال يسال اتحاد الكره ما شاء الله عليه بكل وفوده الرياضيه، يعني قافله لا تعد ولا تحصى من الاداريين، شنو دورهم هذول الاداريين بالمنتخب؟ شنو رايحين سياحه وفندقه؟ حبيبي هذا السؤال موجه لهم، اتمنى انه توجهوه لهم، لان احنا بعد خلاص يعني بصراحه اشوف الناس تغلط على فلان وعلى فلان وعلى فلان. صدقني مو دفاعا عن اللاعبين ولا دفاعا على نفسي، اوكي؟ بس احنا اللاعبين ترى لا حول ولا قوه، اللي قاعد يصير بينا صدقني لو كان افضل لاعب بالعالم يمر بالربع اللي قاعد نمر بيه، صدقني باص واحد ما يقدر يلعب، صدقني دابل لك. زين كابتن علي، بس سؤال هذا اللي صار بيكم من خلال المباراه اللي راحت، يعني الاربع مباريات، حدثت مع الكابتن راضي شنيش مثل هكذا يعني ترانزيتات ويعني هاي الامور وهاي التعصب اللي صار عندكم من جراء ما حملكم من الاتحاد؟ حدثت لكن مو بهذا السوء. احنا بعد شهر المنتخب العراقي يصبح اسوء، لا تذاكر، لا حجوزات، لا فنادق، لا راحه نفسيه، لا يوجد اي شيء في المنتخب الوطني. احنا الشارع الرياضي يعرف هذه بعد يعني ماكو شيء لازم ينضم، هاي مو مكاني دا احكي. اللاعبين اذا كانوا شجعان خلي يطلعون يتكلمون المعاناه، وانا دا احكي باسم كل اللاعبين، اوكي؟ وانا اتحمل اللي راح يصير بي. اذا اي شخص يحاول انه يصير اي شيء، اوكي انا اتحمل مسؤوليه، اذا كان خطا او اذا كان صح، بس ربي يشهد على كلامي، لاعبين المنتخب كلهم وجميع العاملين والله نثني على شجاعتك وعلى هاي الصراحه. المدربين شاهدين على كلامي، اوكي؟ الجميع شاهد على كلامي، انا ما لي شغله ما حد طلع اتكلم، قد يكونوا خايفين، قد يكونوا هناك اسباب تمنعهم انه، بس انا ما اقدر اثبت بعد الصراحه، انا رجال شجاع. والله انا احييك علاوي، ولازم اخلصه للاخير. احييك علاوي واشكر شجاعتك وصراحتك المعهوده، وهذا ديدن اللاعبين المحترفين الحقيقيين، انه تعطي معاناتكم وما يدور في اروقه المنتخب بدون اي رتوش. انا شاكر اتصالك كابتن علي. استاذ هادي، يعني هذا الكلام يعني وصل لاعب محترف في دوري عالمي يشبه نفسه ويشبه اللاعبين بالحيوانات، يعني الاتحاد العراقي ما يستحي من هذا الكلام، ما يستحي على نفسه وعلى كيانه وعلى هيكله. ترى والله مهزله يا اخي، والله اشرف لكم استقيلوا وريحوا هذا الشعب من هاي المأساة. تقعدون كله بالبزنس كلاس، وبالبدايه انتم لو حسيتوا على نفسكم شفت اللاعبين دا يتدمرون من هاي السالفه وصارت اكو حزازيه، كان قلت يابا عيب خطيه من اللاعبين، خلينا نقعد كلنا درجه سياحيه، خلينا نتضامن وياهم. انت شنو انت قاعد توقاتك؟ انت تقدم تاخر بالملعب، اللاعب هو يتعب، هو اللي وشايل الهم كله، ومصرف جيبك اكثر من عنده، وقاعد لي ماضي بجناح خاص ماذا شنو. عيب يا اخي، شوي استحوا. كابتن هادي، يعني هذا غيظ من فيض، يعني فيض والله 10% جزء حجاري. طبعا الان اكو حقائق قد يتكلم بها لاعبي الميناء واللاعبين الاخرين حقيقه، ومرات تدري هذا الرجل شجاع، تدري اللاعبين عندهم كلام اكثر ضعف هذا، لكن مرات اللاعب يربط مصلحته. والله يشيب الطفل عندهم كلام، والله عندنا كلام. نعم. والله بتوثيق. نعم. بس اذا حشيناه يعني راح تنقلب الدنيا والله العظيم. زين طبعا اكو اللاعبين يخافون على بقائهم بالمنتخب، اكيد يخافوا يبعدون، ولهذا ما راح يتكلمون الحقائق. علي عدنان تكلمها، بس اكو حقائق اكثر من هذا للاسف احنا نعرفها يعني حقيقه، لكن ادري احنا نبقى بس نربط اكو اشياء نربطها مع هذا الوضع. يعني شوف من الوقائع اللي صارت قدامي، طبعا بالمناسبه راضي شنيش من طلع اكو واحد من اعضاء الاتحاد الممثلين قال ايه خلصنا منه لسبب، لان كان ما ينطيهم مجال. صح. راضي شنيشي لانه كان ما يقبل اي تدخل، هذا رجل مدربه وكان لاعب عندي، لهذا السبب ما يرغبوا. هم الان يردون، المشكله يا اخي ما عندهم خلفيه لا ثقافيه لا رياضه حتى يتدخلون، فالمفروض بهم يستعينون بالمدرب اللي يستعينون به ويعينوهم. اما الان مثل ما تفضلت، يعني انا افكر بانانيه اروح اسافر للبلد الفلاني ومصلحه بلد مضروبه. زين انا الان كعضو اتحاد، هادي مطنش عضو اتحاد، انا على هذا وضع المنتخب بالله العظيم
والله ما اريد اقدم استقاله، يمكن الاعلام يسوي لي تمثال. والله اذا صار استقاله بالعراق فتدخل من ضمن العجائب الثمانيه بالعالم. كابتن راد، تعقيبك على ما جاء بحديث علي عدنان. يعني كلام علي عدنان كلام شجاع، يعني حي الكابتن علي على هذا الكلام. ومثل ما تفضل كابتن هادي انه البعض يخاف ان يتكلم خوفا من ابعاده من المنتخب الوطني، لكن علي عدنان لاعب يلعب في ارقى دوريات العالم. نعم. في الدوري الايطالي، يعني ما ممكن انه في يوم ما، لكن انا اتمنى انه ما تكون رده فعل الاتحاد مؤذيه لعلي عدنان، لكن المفروض تكون رده فعل من الاتحاد لمعالجه الوضع. تعتقد كابتن راد بعد هذا الحديث اللي ادلى به علي عدنان باش راح نسمع بقيه اللاعبين راح يدلون بنفس الشجاعه؟ ما اعتقد لا يوجد لاعب بشجاعه علي عدنان مثل ما اتكلم. لكن كل شيء. اكو تفصيله جدا مهمه بالبوست اللي نشره، قال انا لاعب محترف وابقى يومين في المطار. هو مو مساله الغايض علي عدنان، مو مسألة بقاء يومين، لكن هي محسوبة عليه. يعني هم الإيطاليين مثلا نادي أودينيزي مثلا لعبة خلصت له على سبيل المثال خلصت يوم الجمعة، هم يعتبرون يوم السبت علي عدنان موجود بالتمرين. لكن مشكلتنا احنا يعني يا اخي، يعني قالها الكابتن كريم صدام، ما حد عرقان بدريس يا اخي يعني وما حد شاطح ولا ناطح ولا ضاربها. يعني هي هاي مشكله. بس حتى لو ما شاطح بس اشتغل صح. اخي العزيز، هو الشغل الصح منين يجي؟ الشغل الصح يجي من فهم شغلك. انت اذا ما عندك فهم لكيفية تقديم البرنامج ما تقدم برنامج يا عزيزي. يعني خلينا نكون انه احنا واضحين، العملية مو عملية تفوز على الفيتنام ولا تفوز على كوريا ولا تفوز على الصين. العملية عملية تخطيط، عملية برمجة، عملية انه انسان يعرف يخطط لك هذا المنتخب وين يوصل. ترى ما فرقت بطولة آسيا عن تصفيات كأس العالم. بطولة آسيا اللي كان موجود شخص واحد انه ما يقبل بالخربطة مثل كابتن راضي شنيش، وكنا نعرف كابتن راضي شنيش المدى انضباطيته. زين احنا خلينا نستمع للكابتن راضي يعني بالصوت، يعني خلينا قبل الدوحة. فشخص واحد اثر في مسير المنتخب، فكيف اذا اجى 11 شخص للاتحاد بنفس الفكر، كيف يكون واقعنا؟ اخي العزيز احنا واقعنا متردد. خلينا نستمع لحديث الكابتن راضي شنيشي المدرب نادي قطر القطري ومدرب محترف في دولة قطر. مساء الخير كابتن راضي. مساء الخير استاذ اياس، ومساء الخير على الاخوه الاعزاء كابتن هادي والاخ رادي محمد السالي الكرام. كابتن راضي، يعني بداية انت كنت متابع البرنامج، استمعت لحديث علي عدنان؟ اي سمعت والله، تخبي لين جيت من تمرين لحقك. تعليقك كابتن راضي يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله شوف، خلينا اكون صريح معك، المشاكل الاداريه طبعا هي عريقه بالنسبه للمنتخبات الوطنيه على جميع الصعد والمستويات. انا اتذكر يعني حتى المنتخب العراقي في قمه عطاء واوجه نام 16 ساعه بالمطار بتركيا، في الهند يومين نامين احنا بالمطار. وكان اقول لك هذا مو دفاعا، اكو عدم تنظيم طبعا بالنسبه خصوصا الوضع مالتنا اختلف، ان لاعبين محترفين خارج العراق، لاعبين يعيشون في بلدان اوروبيه وامريكا، فهاي لا يجب انه تنضبط من البدايه صراحه. والتوقيتات معروفه، يعني انت تعرف متى المباراه ومتى تنتهي. نعم. فيجب ان تامن الحجوزات قبل ذلك، هاي موجوده طبعا. فانا صراحه انا ضد الاخ علي عدنان بالنسبه لهي شرف الجناح. شرف الجناح هاي طبعا الفريق عاده ما يتعاون على حل الحقائق. احنا هسه في نادي قطر يمكن معسكر احنا باسبانيا، اللاعبين نفسهم مساعدين الاداريين ما يقدرون وحدهم. هاي مو عيب طبعا، بالعكس هاي اصلا لحم اللاعبين كذا، لكنه شرف الحجوزات وشرف انه التفرقه بين اللاعبين، طبعا هذه انا وجهه نظري يجب ان يقضى عليها. الوضع العام للمنتخب كاداريا كتنظيميا بشوائب كثيره، وسبقتنا طبعا الدول والاتحادات في هذا الجانب. يعني انا تلاحظ انت دول الخليج خصوصا هي صارت محترفه بالاداره والتنظيم. يعني لا يمكن ان يكون شيء عشوائي او عن طريق الصدفه، هو يحضر قبل فتره زمنيه. احنا مشكلتنا صراحه ارتجاليين وانيين بهذه الامور. طبعا قاعد تاثر بالمحصله النهائيه علما على اداء المنتخب، على راحه اللاعبين، حتى توفير المباريات التجديديه. يعني
احنا الله يحبنا خلينا ويا خلينا نقول مجموعه كلها شرف اسيوي، يعني كلها نفس الستايل ونفس السيستم ونفس النظام ونفس المدرسه، يعني كان المفروض نحضر مباريات قريبه على هذه المدارس واجواء قريبه عليه حتى فريقنا ياخذ انطباع يعني عادي يتاقلم على الجو على هذه المدرسه. نعم. انا اعتقد عمليه التنظيم والتخطيط والتحضير للمباريات سعيدين بها طبعا. انا اعتقد كثير من المعوقات موجوده على مستوى الاتحاد، على مستوى الكادر التدريبي، على مستوى اللاعبين، والمشاكل طبعا ظهرت في هذه المباراه. اللي يقول ماكو مشاكل طبعا انا وجهه نظري بعيد عن الحق، لانه الفريق الكل شاهدوا مؤلفين كثيرين عرب يقولون فريق العراقي ما به روحيه، فريق ما تشعر به مجموعه واحده، مو كتله واحده، فريق متفتت متشتت. هاي المشاكل كابتن راضي ايش قد يتحمل الكابتن يحيى؟ كابتن راضي ايش قد يتحمل؟ كابتن راضي ايش قد يتحمل الكابتن يحيى علوان من اداء المنتخب من تعادل المنتخب؟ والله اخي العزيز انا طبعا شهادتنا مجروحه، تعرف انت كمدرب تتكلم عن استاذك ممكن تصير بها امور كثيره. الجميع يتحمل خلينا نقول هذه النتيجه او هذا الاداء. انا بالنسبه لي النتيجه ما اهتم بها بقدر ما الاداء لو كان على مستوى جدا عالي في بعض الاحيان دقائق عاد هو سنغافوره، بس كان 90 دقيقه هو في ملعب الفريق سنغافوره، هذا مو عيب طبعا. زين كابتن راضي اللاعبين نعم كابتن راضي يعني بالسؤال الاخير يعني اتمنى انه الاجابه تكون يعني بمنتهى الصراحه حتى الشارع الرياضي يطمئن، هي ليس دعايه لجنابك، لكن هناك مساعي انه اللي استخدام 4 اسماء يعني الان مطروحه، انت والكابتن عدنان درجال والكابتن حسام السيد وعدنان حمد، لكن السؤال اللي يطرح نفسه انه هل اذا ما تم دعوه الكابتن راضي شنيشي وفسخ عقده مع نادي قطر القطري لتدريب المنتخب، هل سيوافق على هذه الدعوه مجددا ام لا؟ والله انا لحد الان يعني مرتبط بعقد مع نادي قطر وبينه وبينهم شروط جزائيه، والناس رغم انه نتائجنا غير جيده متمسكين ومقتنعين اقتناع كامل على العمل وليس على النتائج. فانا الان لا يمكن ان اقدر افض الشراكه، لانه تعرف احنا في بدايه الدوري بعد عندنا 22 مباراه يعني ممكن تغير مجرى كابتن راضي اذا ما كانت هناك خطابات رسميه يعني بشكل جدي من هي الخطابات الرسميه استاذ تعتمد على شنو؟ تعتمد على العقد شرعه المتعاقدين، يعني انت يجب ان تلغي عقدك، يعني يدك شروط جزائيه ويتحمل هو يتحمل اتحاده ويتحمل. الاخ احمد راضي الامس احمد راضي طرق الموضوع، موضوع جدا مهم. احنا مدربينا اغلبهم مع جل احترام وتقدير لهم يعني من يجون يشتغل بالمنتخبات يشتغل كموظف، ما يضع شروط استراتيجيه، يضع انه يدرب المنتخب سنتين 3 سنوات. فتعرف انا صراحه خليت شرط جزائي غير طبيعي بحيث ان عليهم وعلي حتى اقدر اضمن حقي واقدر اكمل المسيره. اذا هذا الشرط الجزائي كابتن راضي، هذا الشرط الجزائي يعني تم الايفاء به من قبل يعني الجانب العراقي، تقبل بالمهمه؟ جانب اخر هو ادبي واخلاقي، الناس التزموا معي رغم النتائج غير جيده، والان احنا وضعنا غير جيد، وهذا حمدي الحرباوي تارك الفريق. في الوقت الحاضر لا يمكن ان اترك انا كشخص لا يمكن ان اترك الناس في هذا الظرف وهو متمسك طبعا رغم النتائج غير جيده واكو مطالبه باقاله الكادر التدريبي، لا يمكن ان اكون يعني صراحه اكون يعني ارد الاحسان بالاساءه واجي مباشره ادرك العقد. وضحت الاجابه استاذ. انا وجهه نظري بالوقت الحاضر يجب ان القعده والجلسه واتخاذ قرار بهدوء وليس بعصبيه، ممكن تتصلح الامور وما زالت التصفيات يعني موجوده، نبدا نتاهل اول هم نتاهل ثاني. ان شاء الله. كابتن راضي شنيشي مدرب نادي قطر، شكرا جزيلا لمداخلتك في برنامج الطريق الى روسيا والبرازيل. كابتن هادي انت قلت ما لقيت شهادته يعني شهادته مجروحه، هو الرجل لكن هو حكى ب يعني عموميات. هو اولا كنا نعرف كابتن راضي مؤدب وخلوق جدا يعني، حتى اجوبته بدبلوماسيه، وانا اعتبره من الناس اللي صرحت تصريحات واقعيه. احنا نركز على مساله استخدامه مره اخرى لتدريب المنتخب، الرجل كان عنده التزام اخلاقي. لا انا مستحيل انه راح يقدر يعني الرجال. انا احكي لك للداخل. لا هو الان يمكن يجي ركض يدرب المنتخب، لكنه الان بالاعلام ما يقدر يعلنها لانه مرتبط بفريق قطر، قاعدين يسمعون بالاعلام وبالتالي، لكن في داخله لا هو طبعا عراقي يفرح لخدمه بلده، ثق راضي انا راح اتكلم بنيابه انه يفرح لخدمه بلده. المساله هو الان يعني صرح تصريح واقعي
وبعدين ذكر فضل الناس وما يريد يعني المفروض الاحسان بالاساءه، وهذا طبعا من اخلاق المعروفه عليه، لكنه انا اقول لك هو مستعد لتدريب المنتخب وانا اتكلم نيابه عنه واعرف ما بداخله. كابتن رائد، ربما اكثر اسماء قوه لتدريب المنتخب وماكو عليه اي غبار هو حسام السيد مدرب نادي الميناء العراقي. اولا شغله واحده اتمنى من الاعلام العراقي ان ياخذها، انه الكابتن راضي شنيش مدرب نادي قطر القطري وهو النادي متمسك به، اتمنى انه نترك الكابتن راضي شنيش يمارس عمله في قطر، لانه ليس هناك امكانيه، يعني القطريين متمسكين به هو باي طريقه من الطرق القطريين، فلذلك اتمنى انه نغلق ملف راضي الى حين، يعني لما يكون رجل فري ممكن تجيبه، يعني يجي مثل ما قال الكابتن راضي من الناس اللي يحبون يخدمون البلد، واحنا ضيعناه واي فتى اضاعه. هاي وحده. انا اعتقد الان من افضل الاسماء الموجوده والمرشحه والتي يعني انا اضمنها بالنجاح الكابتن حسام السيد. حسام السيد ليه تقول لي ليش كابتن حسام السيد؟ بالمناسبه انا ما اعرف الكابتن حسام السيد، يمكن حكيت وياه مره واحده بالتليفون. حسام السيد اصبح خبير بالكره العراقيه، يعني ممكن ينطيك تفصيله اي لاعب. حسام السيد من المدربين الراقين اللي اشتغلوا ويا المنتخبات، مو اي مدرب تجيبه من نادي، مو تجيبه من نادي، مو اي مدرب تجيبه من نادي ناجح يعني يقدر يقود لك منتخب، ترى المنتخب يحتاج له تفكير خاص، يحتاج له شغل خاص. سبق نتغلب علينا في غرب اسيا، خذ بطوله غرب اسيا. نعم، منتخب سوريا خلق منتخب سوري قوي، استطاع ان يفوز بغرب اسيا، وهي سوريا تحلم في انه تفوز على بغرب اسيا. الامر الثالث انه بدنا نشوف بصماته الكبيره على نادي الميناء، بس اهم شيء جمهور الميناء لا يزعل علينا، لان العراق اكبر من كل اكيد اكبر من كل. اي يعني اتمنى انه جمهور الميناء والله انا اجزم لك جمهور الميناء يعني راح يوافق بفرح. له معزه خاصه بقلبي، وخاصه مدينه البصره الرائعه اللي احبها من كل قلبي، انه لا يزعل علينا. حسام السيد مدرب يعني اني اشوفه الان مفصل للمنتخب العراقي في الفترة الحالية. وثانيا حسام السيد لا يختلف بأي شيء عن الكابتن راضي شنيشل، قوة شخصية، مدرب صاحب كاريزما، مؤثر على اللاعبين، مدرب قوي بالمنطقة الفنية، إضافة إلى ذلك هو يستطيع أن يقود لاعبي المنتخب لكونه مدرب نشط ويعرف لاعبي الدوري. يعني ممكن هسه اذا تقعد يا حسام السيد باكر الصبح تقول له اعطيني ينطيك 50 او 40 لاعب من الدوري ذول يستحقون يلعبون منتخب وطني، وهذه ميزه قل ما تجدها في مدرب تجيبه من الخارج. يعني مثلا على سبيل المثال اكو ناس طالب بحسن شحاته، يعني مثلا على سبيل المثال حسن شحاته ايش قد يحتاج له الا يعرف المنتخب الوطني، ايش قد يحتاج له الا يعرف نفسيه اللاعب العراقي. جميل. كابتن رائد، خلينا اكو مداخله من الاستاذ عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكره القدم. كابتن عبد الخالق مساء الخير، تفضل. مساء الخير استاذ مياد، مساء النور الى كل مشاهدي قناه العراقيه الرياضيه والكابتن هادي مطنش وللاخ رائد محمد. اريد اوضح بعض الكلام اللي بيدور بالشارع الرياضي حول نتيجه مباراتنا مع منتخب فيتنام. كنا حريصين كل الحرص ان نفرح الشعب العراقي من خلال فوزنا على منتخب الفيتنام، سواء كان كاتحاد كره القدم او اي شخص او اللاعبين او المدربين، ولكن هو حال كره القدم. كان اداء الفريق غير جيد، بس اكو اسباب اداء الفريق غير جيد. شنو هالاسباب؟ اول شيء عندنا حوالي 6-7 لاعبين محترفين. كقانون الاتحاد الدولي قبل 72 ساعه يلتحقون بالمنتخب الوطني. اللاعبين ياسر، قاسم، احمد ياسين، ضرغام، علي عدنان، جوستون، عندك لاعبين دولة باوروبا. عندنا تعليمات من اللجنه الاولمبيه لا يجوز لاي شخص ما عدا رئيس الاتحاد والمدرب ان يقعد ببزنس كلاس، لانه كل ايكونومي. هذا تعليمات اللجنه الاولمبيه. بس تقدرون كابتن عبد الخالق، تقدرون تمتنعون من الجلوس بالبزنس كلاس وتقعدون مع اللاعبين تتضامنون وياهم حتى تصل هاي الحزازيه. شنو علاقه دقيقه، شنو علاقه رئيس الاتحاد؟ وين قاعد؟ هذا
كلام ما مسموح لك لا ايات ولا غيرها. ليش التواضع لكل الناس مهما كانت رتبة الإنسان ومرتبته ووظيفته. رئيس الاتحاد يلعب يدشفون اللاعبين يحجون بالوسائل الإعلام اكو حزازية بهذا الموضوع. رئيس اتحادات بالدول بالطيارة خاصة يروح يشوف المباراة ويرجع. هذا 7 ساعات مثل اللاعبين تنتظر بالترانزيت مع اللاعبين. اللاعب هو اللي يتحمل التعب، هو اللي يعطي مجهود، هو اللي يجيب الفوز. لا يتعب. اول شيء ما عندك طياره 23 ساعه ترانزيت يا كابتن عبد الخالق، 23 ساعه. حياه اسمع من عندي، هذا وضع البلد. ما عندك طياره راسا للفيتنام. وثاني شيء خطوطنا، هذا خطوط لازم تروح للقطر، من قطر سافر الى بانكوك، من بانكوك الى فيتنام. طياره ماكو يروح دايركت الى فيتنام. حتى المحترفين البرة ايضا ماكو طياره، خطوط شيكنا مع خطوط ماكو دايركت الى فيتنام، لا من دول اوروبيه اكو، ولا من العراق ولا من قطر ولا من امارات، ماكو دايركت الى فيتنام. شو نسوي؟ مجبورين. هذا ترانزيتات. انا توكلت بالمكتب بفلاح الشامي، قلت له اقرب خط للمنتخب العراقي، قال ما عندي اي خط غير تروحون للقطر، من قطر تطلعون الى تايلاند 1.5 ساعة ترانزيت، من هناك تطلعون. ضرغام طالع على روسيا، من روسيا جاي، وواصلين يوم الثلاثاء. هذا نظام 3 واصلين، 3 خميس مباراة، واحدة تدريبية، واحدة خفيفة يوم الأربعاء، وثاني شيء تغيير الجو. كابتن احنا بدنا نحكي على العودة، احنا بدنا نحكي على العودة. كل مكان لصالح اللاعبين. انا احسن انا مع اللاعبين، لانه لاعبين معذورين مدرب مكان يم اللاعبين، لانه خلوا الله بين عيونكم، حركة الدم 35 مليون عراقي. حتى انت تقدر تحاسب. كيف استقيلوا ذبوا استقالاتكم وطلعوا استحوا؟ شنو انتم وين وصلتونا ليه حال؟ عيب عليكم والله، عيب عليكم انتم تقودون كرة عراقية، والله العظيم عيب عليكم، والله العظيم جعلتونا اضحوكة قدام العالم. بس الظاهر انتم بعدك تدافع. انا دا احكي لك على مهزلة لاعب دولي باودينيزي بالدوري الايطالي محترف، انت تحكي لي عن راحة وصلنا الثلاثاء. لاعب دا يحكي دا يقول لك مليون مشكلة موجودة بالمنتخب، وانت تحكي لي شلون وصلنا والنظام الدولي. انت ما تعرف النظام الدولي، اضافة لذلك انت ما تعرف عندك عودة يوم برا المباراة بيوم. كابتن رائد، كابتن عبد الخالق، احنا نريد اسباب العودة هاي الترانزيتات وهذا التعب. تكذبون علينا بابا. كابتن رائد خلينا نسمع وجهة نظره. تفضل كابتن عبد الخالق. يدمر المنتخب، يوميا يريد تغيير المدرب، يوميا تغيير كابتن رائد. بس رجاء محمد يوميا طالع بالتلفزيون. كابتن رائد بس خلينا نسمع وجهة نظره. كابتن رائد. قيادة يعني علوان، واللي يدمر الكرة العراقية هو رئيس محمد يوميا. والله العظيم انت دمرت الكرة العراقية. كابتن والله العظيم سبب خراب الكرة العراقية. كابتن عبد الخالق مسعود. كابتن رائد. كابتن رائد. كابتن رائد انا اعتذر منك كابتن عبد الخالق، اعتذر منك على مداخله، يعني الاجواء مشحونه وما نقدر لا نستفاد من مداخلتك، وراح نوصل الى طريق مسدود. يعني لو عندي وقت ثاني يعني كان مفترض انه استمع لك. انا اشكرك جزيل الشكر. ويصعد الى المرحله النهائيه ان شاء الله، نوصل للمرحله النهائيه ان شاء الله بدعوات العراقيين. كابتن عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكره القدم، شكرا لهذه المداخله. كابتن هادي، يعني احنا نتكلم هذا كلام الكابتن رائد محمد، هذا كلام الشارع الرياضي، هو رجل من الشارع الرياضي، ما عنده منصب جاي حتى يتحدث عن وزاره او هيئه او كذا، هو يتحدث بلسان شارع، الشارع الرياضي يغلي، هذا لسان حال. عندنا نحكي عن العوده، ما بدنا نحكي عن روحه. نعم. هاي مسائل تصير بالمنتخب الوطني العراقي، وهذا حكى عليه عدنان. ترى حكي عيب، ما يحكي لاعب يشبه نفسه بالحيوانات، لاعب معترف في اكبر دوريات العالم. للاسف يعني احنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى يعني تكون هاي جلسه حقيقه للحلول. انا اعتقد يعني الحلول موجوده. استاذ يأيدني استاذ رائد، احنا الاعلام الرياضي حقيقه الى حقيقه مواقف مشرفه في تغيير كثير من الامور، ولولا الاعلام حقيقه لانتكسنا كثيرا. الاعلام الان قادر على تغيير كثير من الامور وكثير من المسميات،
وقادر على ايجاد ايضا الحلول حتى ولو كانت بشكل سريع ومؤقت في سبيل انه نعدل وضعنا ونسير بالطريق الصحيح. لا زالت الفرصه قائمه طالما الحمد لله انا من الناس حقيقه اللي اعتبر الاعلام هو الورقه الرابحه اللي حقيقه تنقذنا، لانه الاعلام تدري يشكل حقيقه خطر على الاتحاد وعلى اللجنه الاولمبيه وحتى الوزاره. الاعلام لا لسان حال الجمهور، لسان حال والله ما عندنا مصلحه لا ويا زيد ولا عمل الناس، مصلحه الوطن فوق كل اعتبار، واللي ما يعجبه يطخ راسه بالحائط. هذه حقائق يجب ان تقال ويجب ان نحكي بها. نتمنى الان شوف قلت لك مقوله، قلت لك الان احنا شلون ما نلعب اي مدرب تجي انت او انا او استاذ الفريق صاعد، لان مجموعتنا سهله، اسهل مجموعه بالكره العرضيه. لكن ما بعد السعودي المرحله الثانيه الطامه الكبرى مع اليابان هو اوزبكستان استراليا قطر السعوديه. اقول لك الان خلينا نخطط يا اخي، خلينا نستفيد من اخطائنا، خلينا نخطط لهذه الفرق. يعني انا اقول لك سادات، اذا هذا وضعنا الان ونلعب مع السعوديه او الامارات لا يزعلون عليه الجمهور، ونلعب مع اليابان لا الجمهور ما يزعل كابتن، قول لا يزعلون على الاتحاد، جمهور ما يزعل، نخسر خسارات. كابتن هادي نعم. كابتن رائد، خلي بهذه الدقائق الاخيره نذهب الى البصره مع المدرب السوري مدرب نادي الميناء الكابتن حسام السيد. كابتن حسام مساء الخير. مساء الخير لك استاذ اياد، وبحب امسي وجه تحيه تحياتنا لك هادي مطنش والاستاذ رائد محمد. نورتنا كابتن في برنامج الطريق الى روسيا والبرازيل. ما احب يعني اخوض معك بامور فنيه لمباراتنا مع فيتنام، لكن السؤال الاهم هو الان هو اسمك من ضمن الاسماء المطروحه لتدريب منتخبنا الوطني، وهذا الاسم هو مرشح بقوه لتدريب المنتخب. يعني اعتقد انه اذا ما تمت مفاتحه اتحاد الكره لنادي الميناء، ما اعتقد نادي الميناء سوف يعترض على يعني استخدامك لتدريب المنتخب العراقي. اريد منك جواب انه هل انت مع تدريب المنتخب الوطني العراقي في حال تمت الامور بشكل ودي وشكل رسمي واداري من قبل الاتحاد ونادي الميناء؟ طبعا بالبدايه انا بحب اقول انه شرف كثير كبير لاي مدرب ان يكون على راس الملاك التدريب الى منتخب كبير مثل منتخب العراق، كبير على الصعيد الاسيوي والصعيد العربي. طبعا بالنسبه لي مثل ما قلت هذا شرف كبير، لكن هذا الموضوع اكيد مرهون بموافقه نادي الميناء، لانه انا بحترم تعاقدي معهم. طبعا وبنفس الوقت اعتقد انه اداره الميناء يعني ما رح توقف بوجه هالطلب هذا، وما رح تكون يعني حجر عثره بوجه تواجدي مع المنتخب الوطني اذا كانت المصلحه العامه تتطلب اني اكون متواجد. كابتن حسام، انت استمعت لحديث الكابتن عبد الخالق وسبق الكابتن علي عدنان وثمة المشاكل اللي تحيط بمنتخبنا الوطني، هل فكرت مع نفسك انه في حال تسلمك للمهمه راح تواجه مثل هكذا مشاكل وراح تدخل في دوامات المشاكل مع اللاعبين وهاي الترانزيتات والحجوزات؟ يعني ما انتابك خوف انه اذا تخوض هاي التجربه مع المنتخب الوطني؟ طبعا بالنسبه لي الى الان الموضوع يعني لا يعدو كونه موضوع ترشيح. الحديث عن العمل، الحديث عن الاستراتيجيات، هذا الموضوع بيتم طبعا في حال استلام المهمه، لكن انا بحب اضيف شيء. نعم. انه بكره القدم في اشياء وتفاصيل صغيره ان كان اداريه او فنيه يجب انه العمل عليها من ناحيه النظام، من ناحيه الانضباط، من ناحيه الالتزام، من ناحيه الامور الاداريه. الاشياء الصغيره بتوصلك لنتائج كبيره، اما نحن لما نهمل الاشياء الصغيره اكيد ما رح نوصل للنتائج المرجوه. احسنت. كابتن حسام السيد، انا شاكر تواجدك وياي في برنامج الطريق الى روسيا، ولكان وقت يسمح لي لكان خضت معك بعده اسئله، لكن اكتفينا بمداخلتك ونتمنى لك موفقيه، وان شاء الله نصل مع اتحاد الكره ونادي الميناء الى حل سلمي ودي بتوليك تدريب منتخبنا الوطني العراقي، بما انه انت الخيار الاكثر قوه حاليا. شكرا لك كابتن حسام. كابتن رائد، شو تحب تختم دقيقه؟ الله طبعا ترادك هسه عصير ليمون. لا بالعكس، انا طبعا اقدم اعتذاري الجمهوري فقط، ما اقدم اعتذار لاي واحد، لان ما تكلمت به هو كلام الجمهور العراقي بالشارع. يعني لا يعتبر احد انه كلامي نابع من عراقي، اريد اشوف بلدي باحسن صوره. يعني لا يمكن ان تسمح للاخرين بتدمير احلامك. يعني لا يمكن انه اسمح لاي احد ان يغتال العراق. فعلا والله الحلم كاس العالم صار يعني مو حلم الكاس العالم اخي، احنا مهددين من نصعد لاسيا. شكرا كابتن رائد. كابتن هادي دقيقه. يعني احنا بنيابه عن الاخر، يعني الاخرين من زملائنا نعتذر عن جمهورنا حقيقه، احنا نريد نفرحهم لكن نبتدي يسبب لهم
ماكو غير نقدم الاعتذار، ونتمنى انه نتعاون مع الكل في سبيل النقله تصير نوعيه بمنتخبنا. وانا ان شاء الله عندي ثقه بوجود الاعلام ومتابعتهم ان شاء الله نستطيع ان نصل الى ما نصبو اليه. ان شاء الله. كابتن هادي مطنش مدرب العراقي، شكرا لحضورك. شكرا جزيلا. شكرا. كابتن رائد الصحفي والاعلام، شكرا لحضورك. نعم استاذ اياد اشكرك. انا اكرر اسفي مره اخرى لكادر قناه الرياضيه العراقيه ولجمهوري فقط، لجمهور الرياضيه العراقية. انا اشكر كل من يعني اشكر الكابتن علي عدنان لمداخلته، اشكر الكابتن راضي شنيش والكابتن حسام السيد، وايضا اشكر الكابتن عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد لمداخلته. شكرنا موصول الى غرفه الاتوميشن مرورا بالمصورين نهايه بالكنترول. تقبل تحيات المعد زيد علي رياح وتحيات المخرج حسن قاسم تيقيم، وان شاء الله في حلقات قادمه. الى ذلك الحين الى اللقاء.